الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد التوضيح ديال سبب نزول المعوذتين. ديك الوقيته ملي كان رجل يهودي سحر سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كم هاد السحر الايام جا عنده سيدنا جبريل عليه السلام وراه البلاصه فين كان داير له السحر، اللي هاد السحر مرمي في واحد البير، والغرض ديال هاد اليهود كانوا باغيين يأذيو النبي عليه الصلاه والسلام. وفي ديك الساعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صيفط سيدنا علي لديك البلاصه اللي مرمي فيها السحر، وقدر يخرج ديك السحر اللي كان معمول وبطلو. وفي ديك الساعه نزل الله سبحانه وتعالى المعوذتين اللي هما سوره الفلق وسوره الناس. من بعد غادي نمشيو للدجال، هو جالس كيدير واحد السحر على الظهر ديال واحد البنت، وكان كيستخدم بزاف ديال الحوايج وكيمارس شي طقوس يعيذ بالله. وغادي تكون القصه ديال الفيلم قصه حقيقيه وقعت في واحد البلاصه مع تغيير الاسماء والشخصيات والاماكن. غادي نمشيو للبلاصه اللي فيها الدجال واللي كانوا كيعيطوا له بالحاج ايسان، وغادي تمشي عنده واحد السيده اسمها اوزنور باش تسولو على الزواج من ولد عمتها قدرت، غادي ينجح ولا لا. غادي إيسان غادي يبدا يدير شي حوايج في العافيه والماء اللي حداه، وقلب للجن غادي يرد عليا براسو. وفي واحد اللحظه غادي نشوفوا اوزنور كتشوف صاحبتها تبدلات، الشكل ديالها ولا في شكل وصوتها غلاض، وشافت فيها واحد الشوفه وهي كتقول لها الا تزوجتي بقدرات غادي تكون النهايه ديالك على يدي. غادي تدوز 12 عام الهضره اللي دارت ما بين ايسان وزنور. غادي تكون زنور غلطت مع قدرات وحملت منه في علاقه غير شرعيه، ودائما باش كتجي لعندو المحل باش تدار معاه ويحلوا هذا المشكل، ودائما ملي كانت كتجي كان كيجري عليها باش ما يعترفش بديك الطفل اللي حامله منه بالشهر الرابع. غادي يشدها ويقرق عليها ويقول لها انا ما غاديش نتصرف بولد جايبه من الحرام، وطرشها بواحد الطرشه لدرجه انها طاحت في الارض وبديت كتنزف. فهاد الساعه قدرات غادي يعيط لواحد السيد صاحبه باش يجي يعاونو ويجيب معاه الطاكسي ضروري ويمشيو للسبيطار. وفي ديك الساعه غادي تكون نساء عايشه مع امها اللي كبيره في السن، كتبان على يما هاد نساء مريضه مسكينه ومشلوله، ومعاها جايده بنتها الصغيره اللي ما كتشوفش، ونساء مقابلاهم بجوج. وزنور غادي نقضوها من بعد ما تم الاجهاض الطفل ديالها على قباد ديك الطرشه ودفع عليه خدا سامع عند قدرات، وقال بلي عمرك تزيدي تدوري بيا مره اخرى وما باغيش نشوف وجهك. مشى وخلاها كتغوت، وغادي يرجع لدارو لمراته وبنته الصغيره. غادي يدخل ينعس من بعد ما جا مهلوك، غادي يحلم بواحد الكابوس اللي خايب. حلم بنته جات عنده وشاده عينيها في يدها وكتقول ليه رجع لي عيني، رجع لي عيني لبلاصتهم. وقدرات ناض مخلوع من النعاس بسبب ديك الكابوس اللي شافو، مشى توجه للبيت ديال بنته وجلس حداها وبدا كيتفكر باللي هو اللي كان السبب باش بنته ما بقاتش كتشوف، حيت كان ماهل مراته في اللحظه اللي كانت كتولد وما كانش يعطيها الاهتمام نهائيا وسمح فيها وما داهاش للسبيطار. مع العلم النساء كانت كطالبوا باش يمشيو للسبيطار بسبب الحرق اللي كان فيها. الاهمال ديالو غادي يتسبب ضرر كبير لبنته، وكان هو السبب باش مسكينه ولدت هيدا. ومن بعد ما غادي ينوض حدا بنته غادي يمشي يحضر واحد الخطبه ديال الجمعه في الجامع، وغادي يكون الامام ديال الجامع يتكلم على واحد الايه معينه في سوره المطففين، وكان كيظهر على كلمه سجين، ودير المعنى ديالو واحد السجن صغير ضيق كيتسجنوا فيه غير الفجار وكيتعذبوا بسبب الافعال ديالهم. ومن بعد ما غادي يسالي قدرات الخطبه وكان خارج من الجامعه غادي يلاحظ باللي وزنور كتصوني له عاوتاني، ورد عليها وقال باللي ما تعاوديش تعيطي لي مره اخرى وقطع عليها. فالساعه وزنور قررت ترجع لعند ديك الدجال باش ينتقم من قدرات. السيده وصلت لدارو وبدات كتعطيه داك الشيء كامل اللي عندها، وطلبت منه ان قدرات يتعلق بها وعندها استعداد دير اي حاجه مقابل قدرات يبدا يبغيها غير هي. وقال باللي غادي يدير لها واحد تعويذه في مده 5 ايام هي وكاع الناس اللي ندمها بحال مراته وبنته. وديك الساعه قدرات غادي يكون ضعيف حداها وغادي يبدا يبغيها غير هي، ولكن محتاج الشعر ديال مراته اولا الدم ديالها. والطريقه ديال التعويذه قال لها غادي يبدا يكتب ايات قرانيه بشكل معكوس على واحد الرجل ديال واحد الجوت باقي الموتى ديالو طريه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن بعد غادي يرمي ديك التعويذه في المصارن ديال الحلوف مذبوح. وطبيعه الحال اوزنور غادي توافق على هادشي اللي غادي يدير لها ايسان، واي حاجه بغاها غادي يعطيها له. وبدا ايسان كيذبح حلوف من عنده وغادي يخرج مصارنو بيدو باش يبدا خدمه. من بعد غادي يمشي للمقابر باش يخرج واحد الجثه الى دفنوها، وغادي يقطع رجلو باش يدير الاعمال الشيطانيه ديالو ياذو بالله. وغادي تمشي اوزنور الدار ديال اللي عايشه فيها العائله ديال القدرات على اساس انها غادي تجي وتسلم على مراته وتمشي تسافر. اوزنور دخلت الحمام ديالهم باش تقلب على اي حاجه تاخذها، لقات واحد مشطه فيها الشعر ديال النساء، وغادي تلقى واحد اولويز فيه الدم سيب في الدار، وغادي ديما هادشي وصافي غادي تخرج تمشي من الدار. غادي تقابل القدرات في الطريق ديالها وبدات كتقول له باللي راه ناويه تدمر له حياته وتقول لمراته على ديك الشيء اللي دار فيها. غادي يشدها قدرات من راسها وغادي يبدا يحلف فيها باللي ما تعاودش تقرب له حدا باب الدار ديالو، وغادي يرخيها وغادي يكمل طريقه لدارو. وغادي تمشي اوزنور عند الدجال باش تعطيه ديك الحوايج اللي جابت معاه باش يكملها في ديك التعاود ديالو. ديك الساعه غادي ياخذ ديك اولويز اللي فيها الدم النساء وغادي يحطه في واحد الاناء ديال الماء، وغادي يبدا يكوب ديك الماء في ديك المصارن ديال الحلوف اللي كان مذبوح. بدا كيجمع ديك الاوراق اللي فيها ايات من القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللي كانت مكتوبه بالعكس على الرجل ديال ديك الجثه، وبدا كيفتي تعويذات ديالو حتى واحد الساعه ديك العظام اللي في يدو غادي تهرس. وبدا كيقول اوزنور من بعد 5 ديال الليالي غادي يطراو شي حوايج اللي كنا متفقين عليهم.
غادي ندوزو الاول ليله في الدار ديال نيسا، وهي كتريكل في الساعه باش تفيقها باش تصدي الفجر. ومن بعد ما غادي تسالي الصلاه غادي تشوف واحد الراس ديال واحد الحلوف في الارض قدامها، وغادي تشوف الصارن ديال الحلوف نازلين عليها من السماء، وغادي تنوض مخلوعه وهربت برا. ورجعت ناعس وهي خايفه. ونضت ثاني يوم والسيده بدات كتبدل، والتصرفات ديالها ما بقاوش هما هادو، لدرجه انها غادي تبدا تاكل الشعر ديال المونيكا ديال بنتها، وبدات كتقطع في الشعر ديالها حتى هي، وبدات كتسكلو وطاحت بالارض بقوه العيا. وجات عند راجلها باش تعاود له هادشي اللي طرا لها، وبدا كيغوت عليها وكيقول لها هادشي راه هلاويس، ما تبقاش تولي تهضر معايا في هاد التخربيق هذا، صافي نسى عليا هادشي، غتخليه وتمشي حيت كان كيغوت عليها حدا بنتها. وغادي تجي ثاني ليله على نيسا، وغادي نشوفوا باللي اوزنور كانت دائما كتجي توقف حدا باب الدار وكتراقبهم. ومن بعد ما كانت كتسالي المراقبه ديالها غادي ترجع للدار، واللي غادي تكون عايشه مع كوسا اللي هي مو ديال علي راجلها اللي مات. من بعد ما غادي تدخل تنعس غادي تحس بواحد الحركه في الكامه ديالها، وغادي تنوض نزوها باللي غادي تشوف راجلها علي هو كيخبط في راسو في الحيط عامر بالدمايات. وغادي يدور عندها وغادي يبدا يقول لها باللي انتحر وقطع الشرايين ديال يدو بالموس، هادشي كامل حيت ما كانتي كتبغيه وكانت طايحه في ولد عمتها. وبدات كتغوت حتى واحد الساعه غادي تدخل عليها كوسا باش تطمئن عليها وتعرف السبب علاش كانت كتغوت. غادي تنوض من الكامه في واحد الساعه غادي تصطم، غادي تجرح راسها بسبب الزواره كانت طايحه تما. وغادي يجي الصباح وغادي تكون نيسا كتغسل امها وهي ناعسه حيت السيده مسكينه مشلوله. من بعد ما غادي تسالي لا غادي تمشي طالع للصوبه اللي كتوجد وهي كتغلي، وغادي تنزل للطوال الحشاكم باش تسيب داك الماء اللي في يدها. وغادي تولي تطلع باش تشوف امها حتى كتفاجئ باللي امها جايه عندها وكتمشى. وغادي تمشي للكوزينه وهي كتشوف امها شدت ديك الكميله اللي فيها الصوبه كتغلي، وغادي تبدا تعرق عليها داك الشيء سخون كيسلق، وغادي تطيح للارض وغتموت. ونيسا غادي تجيها واحد الصدمه حيت شافت امها كتموت حداها، وجاو الناس باش يعزيوها وداروا لها كنازه. غادي تجي ليله الثالثه بالضبط الساعه 12 ديال الليل، غادي يبدا قدرات يعزيوها الناس من سيبتو ويمشيو. من بعد دخل الدار لقى الاتات ديال الدار كاملين مغطين، وغادي يسمع الصوت بنته وهي كتقول له باللي عارفه هو السبب اللي عماها. وفجاه غادي يلقى نيسا واوزنور حداه وغادي يهجموا عليه، حتى غادي تبان بنته حداه وغادي تعيط له وغادي تنسيه في هاد التخيلات كامل اللي شاف. وغادي يجي الصباح غادي يقول قدرات لنيسا باللي بدا كيشوف شي حوايج حتى هو غراب وخصو يستدعي الشيخ ضروري. مشى لعند الشيخ للجامع وبدا كيحكي له داكشي اللي درا. الشيخ غادي يجاوبو غادي يقول له مراتك مسلط عليها واحد الجن عاشق، وغادي يوافق باللي غادي يعاونو هو ومراته. وغادي تكون نيسا في ديك الساعه بوحديتها في الدار، بدات كتسمع الصوت ديال امها وهي كتعيط لها من الحمام. وملي مشات تشوف وتاكد من ديك الصوت غادي تفتح الباب وغادي تلقى امها كتقطع في الخبز في وسط الحمام وكتاكل منه. واحد الساعه غادي تجري من موراها باش تهجم على نيسا، غادي تشد نيسا الباب ديال الحمام. حتى واحد الساعه غادي يجي عندها راجلها قدرات وغادي يقول لها باللي صافي راه دار مع الشيخ وغادي يعاوننا. غادي تجي الليله الرابعه وغتكون اوزنور كتاخذ واحد الدوش وغادي تقطع عليها الضوء. غادي تطلع لبيتها وغادي تبدا تشوف نيسا وهي جالسه في كرسي وشاده ولدها الميت واللي كان غارق دمايات، وكانت كتقول لها باللي هذا ولدها اللي كانت السبب باش طيحاتو واللي كانت حامله من راجلها قدرات. وغادي تنوض نيسا باش تهجم على اوزنور، وفي واحد الساعه ما غاديش تبقى تبان. وغادي يجي واحد النهار وغادي تعيط لايسان، غادي تسقسي على التخيلات اللي بدات كتشوفهم حتى هي. بدا كيسولها وقال لها واش نيسا كتجيك شي حاجه، حيت قال لها غير الاقارب ديالها هما اللي غادي يتاذاو. وغادي تقطع التليفون اوزنور، وفي نفس الوقت عكوسه غادي تكون كتصنت عليهم وعرفت داكشي اللي دارت في قدرات وعائلته. غادي نمشيو لعند نيسا وهي جالسه مع بنتها. واحد الساعه غادي تنوض تجيب كرسي وغتبغي تنسحر وتكسر راسها، ولكن في الساعه الاخرى غادي يجي قدرات ويعتقها وبدا كيقول لها غادي نمشيو دابا لعند الشيخ. وغادي يكون الشيخ كيحضر لواحد الجلسه لطرد الجن بالجسم ديال نيسا بالقران الكريم وكيتسناهم من داخل. واوزنور كانت جالسه في الدار ديالها كتاكل بوحديتها. حتى واحد الساعه غادي تتفاجئ باللي الماكله اللي كانت كتاكل تحولت للدود والجسم ديالها غادي يبدا يتفسر ويترتق ويتعوج. وغادي يتحول الشكل ديالها بحال هي اللي كانت مضروبه وغادي تموت في البلاصه. وغادي يمشي قدرات ونيسا لعند الشيخ وبدا كيقول قدرات للشيخ باللي راني عرفت من عكوست اوزنور باللي اوزنور هي السبب في هادشي كامل اللي كيطرا، وباللي مشات عند واحد الدجال باش يقتل اي اقارب نيسا. وغادي ياخذوا من الشيخ لديك البلاصه اللي كان موجودها وبدا كيحاول يخرج داك الجن اللي في نيسا وبدا كيكوب عليها الماء فيه الرقيه. وغادي تبان جيده حدا نيسا وغادي تبدا نيسا تبقى تضرب فيها وبدات كتحاول تقتل قدرات بسبب الخيانه ديالو ليها. حاولوا يسيطروا عليها باش يكتفوها ويجلسوها في الكرسي. من بعد غادي يضربها الشيخ لراسها بالجود باش ديك الجن اللي فيها يخرج منه، ولكن نيسا غادي تموت بسبب ديك الضربه اللي كانت مجهده. وغادي يعرف باللي الشيخ ان الجن ما كانش ممسوس في نيسا وغا كان مأثر عليها وصافي، وانما الجن كان ممسوس بنته جيده اللي كانت واقفه اللوري من موراهم وكتراقبهم. لحقاش اوزنور خدات ديك اولويز اللي فيه الدم وكانت على بالها باللي راه ديال نيسا. الحق في الواقع هادشي كان ديال جيده. داكشي علاش الجن قاش جيده وبدا كيأذي كل واحد فيهم واحد بواحد. اوزنور براسها ماتت حيت قدرات ولد عمتها، وبالتالي غادي نلقاو باللي
كاين اوزنور وجيده من دم واحد، وغادي تمشي لديك الجلسه اللي دارها ديك الشيخ وقتل وحده بالغلط، وغادي تسالي الليله الخامسه بالمود ديال القدرات ونسا وجيده واوزنور، وغادي يشدوا ديك الشيخ على اساس هو اللي قتلهم كاملين، حيتاش البوليس رفضوا يتيقوا القصه اللي عاود ليهم ديك الشيخ.